بعض من الناس يقول أنا ما أصلي. ليش ما أصلي؟ يقول لأنه الصلاة ما جاي أشوفها تأثر على المصلين. يعني فلان أنا جاي أشوفه يصلي ويروح إلى المسجد وكاتل نفسه على الصلاة، بس أشوفه يتشذب وأشوفه ينافق وأشوفه يظلم أهله، يظلم زوجته، يظلم الناس، يعتدي على الناس، وهذا معناته بأنه أنا أكون ما أصلي، لأن إذا صليت أصير مثل فلان، كل شيء ما مستفاد من الصلاة. هذا الإنسان يحضر هذه المواسم وكل شيء ما يستفاد، يأتي إلى الصلاة وكل شيء ما يستفاد من الصلاة، وهذا إخواني مو صحيح. الله سبحانه وتعالى يعلم بأن الصلاة فيها فائدة وسبب من أسباب تكامل الإنسان، ولذلك فرض الصلاة. لا تتصور الله سبحانه وتعالى فرض عليك شيئا وهذا الشيء مو بمصلحتك. لا تأثر عليك بعض الجمعيات الأخرى والمنظمات الأخرى من هنا وهناك. تعالي يا امرأة تحرري، ما لك علاقة بالإسلام اللي قيدش بالحجاب وقيدش بالعباء وقيدش كذا وكذا. تعالي خرجي، أنت امرأة، الله سبحانه وتعالى خلقك ماذا؟ حرة. لا تتقيدين بالحجاب، لا تتقيدين بكذا. المشرع الله سبحانه وتعالى حكيم. المشرع مو أنا ولا أنت، الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح الإنسان، ولذلك شرع الصلاة. فخلي في بالك أحيانا تؤدي هذا الفرض وتشوفه ثقيل عليك، تشوف بأنه صلاة الصبح وبالقوة أنا أقعد وكذا، لكن فيها مصلحتك، تكامل الإنسان ماذا؟ في هذه الصلاة. الله سبحانه وتعالى في الآية يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يقول أن الإنسان وكل ما يخفيه الله سبحانه وتعالى يعلمه، ويعلم ما يصلح هذا الإنسان ويعلم ما يفسد هذا الإنسان. الآن هذا اللي صنع هذا الموبايل، اللي صنع هذا الموبايل قال بأنه أنت حتى تحافظ على هذا الموبايل ويمشيك سنوات لابد أن تلتزم أن لا تلقيه وين؟ في الماء. حتى تحافظ عليه سنوات أن لا تلقيه في الماء، لكن أنت اجيت وألقيت هذا الموبايل وين؟ في الماء. بعد هذا يفيدك لو ينتهي. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقال له بأنه هذا الشيء يكاملك. أنت إذا التزمت تتكامل، ما التزمت بأنه أنت